لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. كشف مذهل. مومياوات لسانها من الذهب. تعال أحكي لك الحكاية. ده اكتشاف من أكتر الاكتشافات إثارة في مدينة تابوزيريس. دي مدينة بجوار الإسكندرية ومعناها قبر أوزيريس. بطليموس الثاني بنى معبد للإلهة إيزيس. جت عالمة الآثار كاتلين مارتينيز من دولة الدومينيكان، عملت حفائر في هذه المنطقة، وبدأت الحفائر دي سنة 2002. كانت بتبحث عن قبر الملكة كليوباترا بس ما لقيتوش. وجدت جبانة ضخمة فيها 27 مقبرة وفيها مومياوات. بعض هذه المومياوات مذهب. ده بيشير لأهمية الأشخاص اللي اتدفنوا في المقبرة دي، لكن مع الأسف كليوباترا مش منهم. الحفائر استمرت، بندور لسه على كليوباترا، إلى أن تم اكتشاف 16 مقبرة جديدة في 2020 بترجع كلها للعصر البطلمي، يعني 332 قبل الميلاد. والكشف ده بالنسبة لي أنا شايفه كشف مذهل ومميز جدا، لأن وجدنا في هذه المقابر مومياوات تتميز بأن لها لسان من الذهب، يعني تميمة جوه فم المومياء مغطاة بطبقة من الذهب، حتى يتمكن المتوفى أنه يتكلم في العالم الآخر. ده شيء لم يكن معتاد في عصر الأسرات، لكن الفترة دي اللي هي الفترة البطلمية حدث فيها تزاوج بين الثقافة المصرية والثقافة اليونانية، أنتجت تقاليد جديدة خالص. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت أصل كل شيء.